في عالم يفترض أن يكون الإنسان فيه أغلى ما نملك، ظهرت تجارة تعد من أبشع ما جادت به عقول الجشع والطمع. تجارة لا تعرف الرحمة ولا تعترف بالضمير. تجارة الأعضاء البشرية. نعم، لقد تحول جسد الإنسان في كثير من الأماكن إلى سلعة تباع وتشتري، تسرق وتنتزع، وتسفك من أجلها الدماء. من شوارع العواصم المظلمة إلى دهاليز المستشفيات السرية، ومن معاناة الفقراء واليائسين إلى رفاهية الأغنياء المتعطشين للحياة. تدور عجلة هذه التجارة القذرة بلا هوادة. في هذا الفيديو لن نرمي الاتهامات ولن نبحث عن الإثارة، بل سنحاول أن نفهم الصورة كاملة. من أين تبدأ رحلة الاتجار بالأعضاء؟ من هم الضحايا؟ من هم المستفيدون؟ وكيف تدار هذه الشبكات المظلمة في العالم وفي منطقتنا العربية؟ ابقى معنا، فالقصة التي سنرويها اليوم ليست مجرد قصة، إنها صدمة، وربما صرخة في وجه صمت طويل. Let's go! كل سنة بيتعمل أكتر من 100,000 عملية زرع عضو، يعني في حوالي 10,000 شخص زرع عضو واشتراه من السوق السوداء. في تقارير بتقول إن تجارة الأعضاء بتدخل أرباح بتوصل ل1.5 مليار دولار سنويا. في تقرير من منظمة الصحة العالمية قال إن 75% من تجارة الأعضاء في العالم بتكون في الكلى بس، يعني من كل 4 عمليات زرع غير قانونية 3 منهم كلى، مش علشان أحسن ولا أغلى، لأ، بس علشان الناس بتقدر تستغنى عنها. طيب الكلية بتتباع بكام؟ الرقم بيختلف حسب البلد، يعني في الهند مثلا المتبرع بياخد من 1000 ل 2000 دولار، والعضو بيتباع بمبلغ بيوصل ل 30,000 دولار، وفي مصر البياع بياخد من 30 ل 50,000 جنيه، والمتلقي ممكن يدفع نص مليون. أما في السوق الدولي العملية كاملة ممكن تكلف المريض ما بين 70 ل 100,000 دولار. في الصين الكبد ممكن يتباع ب 100,000 دولار، وفي مصر الناس بتبيع جزء من الكبد أوقات ب 100,000 جنيه، وده كارثة لأن الخطورة كبيرة جدا. القرنية مش غالية زي الكبد والكلى، لكن ليها سوق خصوصا في الدول اللي فيها ضعف في التبرع. الجلد بيتاخد من المتوفين غالبا وبيستخدموه في علاج الحروق، وده مطلوب جدا في الدول اللي فيها حروب أو انفجارات. في الصين والهند الجلد بيتجمع من جثث بطريقة غير شرعية وبيتباع لشركات أدوية ومراكز طبية. وخلينا نبدأ من الاستخدام اللي شكله بريء لكنه كارثة كبيرة، علاج الحروق، وده مش جديد، ده بقاله سنين، ومراكز زرع الجلد شغالة بيه في أوروبا وأمريكا. أغلب الجلد اللي بيتزرع بيكون جاي من جثث متوفيين، وده بيتم في البنوك الطبية أو المستشفيات الكبيرة بشرط وجود موافقة مسبقة من المتوفي أو أهله، زي ما القانون بيقول في أمريكا أو ألمانيا وفرنسا. لكن الموضوع مش دايما بالقانون. الجلد بيتقطع شرايح صغيرة حوالي 10 سم في 10 سم، وسعر الشريحة الواحدة ممكن يوصل ل 150 دولار. يعني لو جثة كاملة خدت منها متر ونص مربع، وده المتوسط، تقدر توصل قيمتها في الجلد بس لأكتر من 20,000 دولار. في الصين الوضع أسوأ، لأن لحد سنين قريبة الحكومة كانت بتسمح بأخذ أعضاء ومن ضمنها الجلد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من غير موافقتهم. في تقرير بيقول إن الجلد البشري الصيني بيستخدم في تصنيع منتجات زي كريمات تجميل وحقن كولاجين، يعني جلد واحد ميت بيتحول لكريم نضارة وشد بشرة. أما في أوكرانيا في عز الحرب اللي بدأت سنة 2022 ظهرت شبكات بتستغل الجثث اللي طلعت من الحرب وتبدأ تجمع منها الجلد وتصدره لبره. سعر الجلد في السوق السوداء ارتفع بنسبة 30% من وقت بداية الحرب، خصوصا مع ارتفاع الطلب من دول فيها حروب كتير. الجلد البشري بيستخدم كمان في شركات أدوية علشان يجربوا عليه علاجات جديدة أو يصنعوا منه رقعة جلدية جاهزة للزراعة، وده بيحصل في ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان. وفي أمريكا رغم وجود قوانين صارمة، في تقارير من ال FBI سنة 2013 بتقول إن في عصابات بتحصل على الجثث من دور المسنين والمستشفيات اللي فيها حالات وفاة غير معلن عنها، وبتبيع الجلد لأبحاث أو مراكز خاصة من غير موافقة الأهل. كل ده بيتم من خلال اللي بيسموه بنوك الجلد. الموضوع ما فيهوش إنسانية خالص لما تيجي تبص له من الزاوية التانية. الجثة بقت سلعة والجلد بقى متر بيتقاس بالدولار، والدكاترة مش دايما ملايكة. حوالي 20% من الجلد المستخدم بيتم من مصادر مش معروفة. في وسطاء بياخدوا عينات نخاع من الناس الفقراء بعد ما يقنعوهم انه تحليل ويتباع بعدين. تكلفة زرع نخاع العظم ممكن توصل ل 200,000 دولار في بعض الحالات في أمريكا. نرجع للكلية تاني لأنها رقم واحد في السوق. من أول التسعينات لحد النهاردة ظهرت دول معينة كأنها سوبر ماركت للكلى. الفلبين مثلا لحد سنة 2008 كانت مشهورة إنها أرخص دولة تزرع فيها كلية، لحد ما الحكومة هناك طلعت قرار يمنع تبرع المواطنين للأجانب. لكن في بلد واحدة في العالم تقريبا قالت إحنا هنعملها رسمي وسمحت ببيع الكلى بشكل قانوني. البلد دي هي إيران. من سنة 1988 الحكومة هناك بدأت تسمح ببيع الكلى بموافقة الطرفين، وقررت تدخل بنفسها كوسيط بين المتبرع والمريض. لكن الموضوع مش سرقة أعضاء ولا تجارة في الخفا، ده قانون رسمي عندهم.
في إيران أي شخص بالغ سليم صحيا ممكن يقرر يبيع كليته لشخص محتاج بشرط إن الاتنين يبقوا إيرانيين. ليه؟ لأنهم كان عندهم أزمة فشل كلوي كبيرة وقوائم انتظار طويلة والناس بتموت وهي مستنية متبرع، فالحكومة قالت نحلها بشكل قانوني بدل ما الناس تموت أو تدخل في السوق السوداء. من وقت ما بدأ النظام ده سنة 1988 إيران تقريبا قضت على قائمة الانتظار. بس تعال نشوف الناحية التانية للقصة، هل ده معناه إن كل حاجة تمام في إيران؟ الإجابة طبعا لا. في دراسات اتعملت على المتبرعين في إيران لقوا إن أغلبهم من الطبقات الفقيرة وناس مش لاقية تاكل أو عليها ديون أو عايزة تتجوز ومش معاها فلوس. يعني التبرع مش دايما قرار نابع من الرحمة أو الإنسانية، لا ده في الغالب قرار اضطراري بيطلع من الجوع واليأس. في الفلبين بقى كانت الدنيا ماشية بنظام غريب لحد سنة 2008. كانت الفلبين من أشهر الوجهات السياحية الطبية، مش علشان الناس تروح تعالج ظهرها ولا تعمل عمليات تجميل، علشان يزرعوا أعضاء وبالذات الكلى. اللي بيحصل كان إن المريض اللي عنده فشل كلوي في أمريكا أو في أوروبا أو حتى من الخليج يركب طيارة ويروح الفلبين، يوصل هناك يلاقي كل حاجة جاهزة، مستشفى، دكتور، ومتبرع. واللي بيتبرع طبعا مش بيعمل كده حبا في الإنسانية، لا ده شاب فقير من الأحياء العشوائية مضطر يبيع كليته علشان يسدد ديونه أو يشتري لبن لعياله أو يهرب من الجوع. العملية كلها كانت بتتكلف للمريض من 25 ل 40 ألف دولار، في الوقت اللي نفس العملية في أمريكا كانت ممكن توصل ل 100 ألف دولار أو أكتر. يعني المريض يكسب والدكتور يكسب والسمسار يكسب والمتبرع الفقير هو بس الوحيد اللي بيخسر. في تقرير صدر سنة 2007 قال إن الفلبين بتصدر كلى أكتر ما بتصدر موز. أما في أفريقيا فالكارثة أكبر، في أطفال بيتخطفوا مخصوص علشان يتباعوا حتة حتة. نبدأ من نيجيريا، البلد دي فيها سكان كتير قوي وفيها مناطق فقيرة جدا وسنين طويلة من الحروب الداخلية، وده خلى فيها ملايين من اللاجئين والمشردين اللي مفيش حد بيسأل عنهم. دول بقوا هدف سهل جدا لشبكات تجارة الأعضاء. سنة 2015 الشرطة النيجيرية قبضت على عصابة، العصابة دي كانت بتخطف الأطفال من الشوارع وتوديهم بيوت مهجورة، وهناك كانوا بياخدوا الكلى والقرنية وأحيانا الكبد ويرموا الطفل في أي صحراء. أما في مصر بقى فاللي بيحصل مش بعيد عن اللي قلناه. في ديسمبر 2016 هيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط أكبر شبكة لتجارة الأعضاء في تاريخ مصر. تم اعتقال حوالي 45 شخص من ضمنهم دكاترة في جامعات مصرية زي القاهرة وعين شمس وممرضين وأصحاب مراكز طبية وسماسرة، ولقيوا ملايين الدولارات وسبائك ذهب. واتقفلت حوالي 10 مستشفيات ومختبرات خاصة ادعوا إنها شبكة دولية بتسيب ضحايا فقراء وتبيع أعضائهم لمرضى أثرياء داخل وخارج مصر. القصة كانت بتتم إزاي؟ السمسار يروح لشخص فقير في امبابة أو الوراق أو العتبة، بيقنعه يبيع كليته ب 30 أو 40 ألف جنيه ويعملوا له تحاليل بسرعة ويودوه لعيادة خاصة ويشيلوا العضو ويبيعوه لمريض غني بآلاف الدولارات. بس الضحية غالبا بيقع في مشاكل صحية. الرقابة الإدارية قالت إن الشبكة دي عملت أكتر من 100 عملية، نقلت فيها أعضاء وتورطت فيها مستشفيات خاصة وأطباء مزيفين. بالنسبة للحالات الصحية في تقارير بتقول إن أكتر من 78% من المتبرعين في مصر خاصة الكلى ظهر عليهم آثار سلبية صحية بعد العملية، و96% ندموا على اتخاذ القرار ده. القضية دي كشفت إن حتى مستشفيات خاصة كبيرة في القاهرة والجيزة متورطة. مناطق زي الشرابية وشبرا والجيزة وفيصل كانت معروفة إنها أرض خصبة للسماسرة. في شباب بيقعدوا قدام المستشفيات وبيصطادوا الضحايا، يقول لك عايز تطلع من اللي أنت فيه هتاخد 50,000 جنيه وهنعالجك، وعملية بسيطة وأنت تمام. وبيستخدموا عقود متبرعين شكلية ويضغطوا على الناس الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا. وكمان كان في حالات كانت بتتخطف أو تختفي أو بتموت بسبب العملية. القانون المصري اللي بيحكم هو القانون رقم 5 لسنة 2010. القانون ده بيمنع أي تبرع إلا في حالات محددة، وبيشترط إن المتبرع والمتلقي يكونوا من نفس الجنسية، وإن العملية تتعمل في مستشفى معتمد وبوجود لجنة رقابية. لكن رغم كده في ثغرات كبيرة بتحصل، زي إنك تزور شهادة قرابة أو جواز أو تستغل مريض جاهل ما يعرفش يكتب اسمه حتى وتحط بصمته على عقد مزور. وفي حالات معروفة طلع فيها ناس باعت كليتها وما خدتش الفلوس أصلا، وفي ناس ماتت بعد العملية. الحكومة بدأت تشدد الرقابة شوية وفي حملات حصلت وتم قفل عيادات، والرقابة الإدارية شغالة، لكن السوق لسه مفتوح، لأن طول ما في فقر وجهل وناس مستعدة تشتري فالموضوع مش هينتهي. وعلشان نكون منصفين مش بس في مصر، في كل العالم في ضحايا، لكن اللي بيموت في بلد غني بيتكلموا عنه، أما اللي بيموت في العشوائيات فمحدش بيشوفه. واللي بيبيع كليته مش دايما طماع، أوقات بيكون عايز يشتري علاج لابنه أو يدفع إيجار أو يهرب من جوع، إنما اللي بيشتري هو اللي بجد اللي لازم يتحاسب. تجارة الأعضاء هي السوق الوحيد اللي بتبدأ بمريض بيموت وتنتهي بمريض بيعيش، وفي النص في تاجر بيكسب وضحية بتتنسي. واللي باع عضو النهارده ممكن يكون نفسه محتاج زرع عضو بكره، بس محدش هيديله لأنه ببساطة بقت لعبة ما فيهاش رحمة. أتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناة واستناني في أصل الحكاية الجاية.